كم مرة عملتي فيها ريز وما طلعش معاكي مظبوط؟ كم مرة حبيتي تظبطي الصوصات اللي بتعمليها عشان تقدميه مع الفرايد تشيكن وما يطلعش زي ما بتاكليه بره؟ النهارده هنعمله سوا مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة جدا. قدمته زي ما انتم شايفين كده مع الوجبة بتاعته، البطاطس، الكولي سلو، وكمان القطع بتاعة الفراخ. الرز طريقته حلوة جدا، طعمه حلو، وكمان ريحته كانت في منتهى الجمال. وصفة بسيطة وسهلة، يلا بينا نبدأ المكونات سوا مع بعض وما نشتريش من الشارع. اول حاجة هعملها، هحط معلقة من الزيت كبيرة ومعلقة من السمنة كبيرة أو الزبدة، وهنزل فيهم بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة جدا وفصين كبار من الثوم. أنا هنا مش عايزة البصل يحمر. نزلت عليه إيه؟ نزلت عليه الطعم اللي بتحسوه في الريز ومن بره، اللي بيبقى موجود في التوابل الخارجية، ده بيبقى الملح الصيني. هو متوفر في مكعبات مرقة الدجاج. لو حابة انك تستخدميه عشان الطعم يطلع مظبوط تمام، مش حابة ممكن تقدري تستغني عنه. هنزل معلقة كبيرة من الكاري. ركزوا معايا بقى، لان الرز ده اساسه التوابل اللي موجوده فيه، وكمان الصوصات، كميه الصوصات اللي موجوده فيه وتسويته وتكنيك تسويته بالمعنى الاصح مختلف جدا. انا بقلب كل ده لحد ما الريحه بتاعت الحاجات تنزل مع الزيت والسمنه، ومش عايزه يبقى فيه حرق في البصل او الثوم. حطيت 3 معالق كبار من الصويا صوص. طبعا ما تحطيش الكميه غير على قد ما انت هتعملي. انا هنا هعمل حوالي ازيد من نص كيلو رز. تمام. حطيت معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، وده اساسي الوصفه. وهحط كمان كاتشب، وتقدري ومع الكاتشب كمان هنزل معلقتين من الهوت صوص الحامي. تمام. الصويا صوص حادقه، والهوت صوص مع الباربيكيو، الحاجات دي كلها بتعادل الطعم بتاع الرز. تقدري تنزلي معلقه من العسل الاسود او معلقه من العسل الابيض. انا طبعا كان عندي عسل اسود فنزلت من العسل الاسود. حطيت معلقه من البصل البودر وقلبت كويس جدا كده. وهبتدي انزل الرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس جدا، وهقلب الرز مع كميه الصوصات اللي انا حطيتها دي، وهدوق الملح بتاعي بعد ما ازود الميه، لان عندي صويا صوص حادقه، وعندي كمان التوابل اللي حطيتها بيبقى فيها نسبه من الملوحه، فمش هزود الملح الا لما ادوق معايا. طيب الصوصات اللي احنا حطيناها الكميه بتاعتها دي كلها ممكن تخلي الرز يلسع معاكي، فهوطي النار خالص. كمية المية تبقى يدوب على قد تشريبة الرز، ما يبقاش فيه مية زيادة. تمام. والتقليب بتاعه هيكون كل فترة كبيرة علشان الصوصات ما تلسعش معاكي والرز يطلع مفلفل ومستوي. وده كده كان شكل الرز بتاعي. ريحته طبعا ولونه كان جميل جدا، طعمه في منتهى الجمال. وصفة بسيطة وسهلة جدا. لو عايزة وصفة الفراخ الكريسبي هنزلها لك في الفيديو اللي بعد كده، الوصفة الأصلية طبعا، عشان احنا عارفين ان الفراخ دي مقاطعة فاحنا بنعملها في قلب البيت. وصفة بسيطة وسهلة، واتمنى ان انتوا تجربوها. انزلوا دلوقتي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك اللي من غير فلوس. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.